صديقي الفني، احذر ماذا سنشرح اليوم. هتشرح ايه يعني؟ وهي العدو الأول لبتوع الدليفري وبتوع طلبات. يبقى طلع التالت في أمان الله وفجأة إيه اللي حصل؟ دي مكنة السلم. خدت وقتك يا باشا. والفيديو ده تلبية لطلب الباشمهندس علي رمضان في رسائل الصفحة. تعال أعرفك إزاي توصلها وإزاي تظبطها بكل سهولة. بالنسبة لشكل مكنة السلم ده الشكل يعتبر شبه التايمر. تمام. فيها كام طرف؟ فيها 4 أطراف يعتبر ال وإن ورقم 3 ورقم 4 دول ثابتين. تمام. إيه كمان في برضه المؤشر ده مؤشر زي البكرة كده، بتظبط من خلاله الوقت أو التايمر اللي هتفصل من خلاله الإضاءة بعد التشغيل. تمام. في بالدقايق، في 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق على حسب ما أنت عايز. ده كان بالنسبة للحاجة الأساسية وهي المكنة. إيه كمان؟ بتجيب برضو اللمبات حسب عدد الأدوار. وليكن عندك مثلا 3 لمبات و3 مفاتيح اللي هي زي مفتاح الجرس ده. إيه اللي عندك كمان؟ عندك الطرفين ال وإن بتعديهم على قطع 10 أمبير وليكن عشان اللمبات. أول حاجة بتعملها بتاخد من القاطع وتروح على طرف ال في المكنة. تمام. تاني حاجة بتجمع الأطراف بتاع اللمبات دي مع بعض كده وتاخد لهم طرف كده للنيوترال، وطبعا هتاخد منه طرف للمكنه. تمام. بقى عندك كام طرف؟ بقى عندك 3 و4. هتعمل ايه بعد كده؟ هتوصل المفاتيح دي بعضها وتاخد الطرف بتاع المفاتيح دي لرقم 4. بقى عندك كده رقم 3. رقم 3 ده هتوصله بايه؟ هتوصله بباقي اطراف اللمبات اللي هي هنا قبل المفتاح على طول. تمام. بس ودي كانت فكرة التوصيل بكل بساطة. تقفل المفتاح ده، اللمبة تنور، الزمن يعد على حسب ما انت ظبطه. اول ما يخلص عد اللمبة بتفصل.